عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. منورين الدنيا ومنورين حياتي ومنورين بيتكم. تمام، مع فيديو جديد وجميل وسهل وبسيط وزي العسل وعلى قد ايدينا. حاجات سهلة 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 وبسيطة، هنعمل منها غدا مية مية، هيكفي ايه 3 4 اشخاص كده. تمام. المهم ربنا يفتح نفسنا ونفسكم يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله قبل ما نعمل اي حاجه هنصلي على النبي، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بكم بذكر النبي، وعطروا بكم بذكر النبي، لان حبيبي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير. بص بقى يا قمر انت وهي، عشان نبقى على صراحه كده وعلى نور. انا النهارده هعمل 3 فيديوهات مع بعض. تمام، بس هخلي كل فيديو هصوره لوحده وهنزله كل واحد فيهم. ليه بقى؟ عشان اشرحه كويس بالتفصيل واعرف ايه ان انا ايه يعني ايه اقول الحاجات التكات زي ما بقول التكات والحركات. تمام. بص، دي 3 بطاطسات او بطاطسيتين زي ما انت عايزه اهمت. تمام. تقطعيهم، يعني تقشريهم وتقطعيهم وتعمليهم ايه مكعبات كده. مكعبات، مش عايزاهم صوابع، لو صوابع هتتكسر منك. عايزاها ايه مكعبات وتتقلي وتتقلي وتتقلي. انا قلت 3 مرات تتقلي عشان بقى اللي هتعمل لي بقى ايه ما شاء الله عليها يعني. انتوا كلكم الله اكبر ما شاء الله عليكم زي العسل. تقول لك لا انا هفتكس بقى بدل ما محمد فكري ما قالت تقليها. لا لا لا، عشان خاطر الزيت. لا لا، انا هقطعها واعملها كده، هتتهري منك ومش هتتظبط منك، مش تبقى حلوه وهتقلب على وصفه تانية خالص. تمام. لا، يبقى احنا نعمل ايه الوصفه مظبوط. حتى لو احنا مثلا هنقلي حبه بطاطس، لان دلوقتي البطاطس المقليه بقت حاجه نادره صراحه يعني. ان انت تقلي شويه بطاطس دي حاجه نادره قوي ان انت تعمليها اليومين دول. الحمد لله على كل شيء. انا جايبه النهارده ازاز الزيت ب 63 جنيه. تمام. المهم ما علينا، مش عايزين وجع قلب، مش عايزين نقلب في الجروح. المهم تجيب بطاطسيتين او 3. تمام يا حبايبي، وتقطعيهم مكعبات، مش عايزاهم صوابع زي ما قلت لك عشان ايه ما يتكسروش منك في الوصفه. ومش عايزاهم مسلوقين ومش عايزاهم نيين، لا انا عايزاهم متحمرين. لو ما اتحمروش هيتهروا منك في الوصفه. خلاص حبايبي. تمام. زي ما قلت لكم انا النهارده عامله 3 فيديوهات مع بعض، بس كل فيديو هقدمه لوحده وايه وهشرح فيه لوحده. خلاص. قليت البطاطس وجهزتها وهركنها على جنب، وهجهز بقيه الوصفه وارجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، معلش بس عشان البخار. بصوا الدنيا ايه ضلمت. بصي يا قمر انت وهي، دول بصلتين يا جماعه محمرين، بس يبقوا يعني صفري كده، ما يحمروش قوي. تمام. خلاص اهو. هنعمل ايه؟ معلقه توم بقابل فلفل الاحمر وفلفل الاخضر. ماشي يا حبايبي، هي اكله جميله وسهله وفي منتهى الجمال بصراحه، حلوه قوي. انا موطيه النار عشان مش عايزه البصل يحمر قوي. ماشي. ان شاء الله باذن الله مش هقطع اللقطه، خليها لقطه واحده كده. معلش يا جماعه بس عشان البخار، سامحوني. كل اللي بتصور عارفه البخار بيعمل ايه في الكاميرا. حلو الكلام. انا برضو مش هعلي النار. خلاص حبايبي، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا يا جماعه، دي ايه كوبايه جزرتين 3 تبشريهم براحتك انت. ماشي. خلاص نشوحهم كده شويه يدبلوا. اعمل النار شويه. بص، عايزه تحطي بقى زيت، تحطي سمنه، انت اللي يريحك. ماشي. بيقول لي بقى انت بتخبطي كتير وتعملي كتير. معلش، لان بصوا البصل بيبقى نص في قلب المعلقه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصي يا قمران، دوت سجق. ماشي. تجيبي ربع كيلو سجق، تجيبي نص كيلو سجق اللي انت نفسك فيه. تمام. انا النهارده عامله اكلتين يا جماعه، عامله السجق دوت ليا انا ومحمد عامله له اكله تانية. تمام. الفيديو اللي بعد كده هو هيكون الاكله اللي هعملها لابو محمد. زي ما انا قلت لكم فيديو النهارده هو 3 فيديوهات في بعض، بس انا ايه هقسمهم، يعني عامله 3 حاجات مع بعض، هقسمهم على 3 فيديوهات عشان ايه كل فيديو ياخد حقه في التصوير. تمام. نحط كده. بصوا يا جماعه، انا السجق دوت سلقان. ماشي. نديله سلقه كده 5 دقايق، يعني الميه تغلي، ما تحطيش بقى ملح ولا اي حاجه. وزي ما هو صوابع، ما تقطعهوش، تقطعيه بعد ما تسلقيه.
وتحطيه في الميه وهي بتغلي 5 دقايق بالعدد. تمام. وتطلعيه تخليه يبرد، ما تقطعوش برده وهو بارد عشان تلاقيه مكعبات زي كده، لكن لو قطعتيه وهو سخن هيتهري منه. تمام. بس انا هحاول على قد ما اقدر ايه مش هقفل البتاع دي، اللقطه دي خليها عادي. تمام. ما تروحوش مني هنا ولا هنا، تفضلوا معايا كده منورين حبايب قلبي، ما نحرمش منكم ابدا، بجد مالين عليا الدنيا ومالين عليا حياتي. جت بقى ايه اللحظه الحاسمه اللي هي ايه؟ البطاطس اهي. ها، بطاطس يا ام محمد مع السجق. ايوه بطاطس مع السجق. جربوا وانتوا هتحكموا وتقولوا رايكم. تحفه بجد بجد، بتبقى تحفه. خلاص. بصوا لو عايزين تحطوا مكعب مرق حطوا، مش هقول لكم لا، مش عايزين تحطوا براحتكم، بس يرجع لكم ليه. احنا هنسيبها كده؟ لا طبعا مش هنسيبها كده. هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي برضو ايه، هخلي اللقطه زي ما هي. انا ما بحبش اخلي حاجه في الاطباق من زيي، بحب اطلع كل اللي في الطبق، يعني ارميهم خساره. طب ايه بقى اللي هيعمل بقى الجوسي كده هو ويخلي فيه صوص كده جميل وحاجه حلوه؟ الايه؟ الطماطم. برضه طماطميتين 3 انت اللي يريحك، بس انا يعني ما بنصحش تبقى الطماطم كبيره عشان ما يقلبش على طبيخ. تمام. وما تعملهاش في الخلاط، انا بشرتها بس. دول طماطميتين، كانت واحده كبيره وواحده صغيره، عملتهم في المصفى. خلاص يا حبايبي، بالمره بقى كده هنفصل الكاميرا على حاجه ما تستاهلش. بص، ملح وشطه وكمون، فلفل اسمر، ده شطه وكمون وكزبره. عايزاها بقى تبقى ايه شطشطه براحتك، عايزاها تبقى حلوه كده نص نص برضه، ده شيء يرجع لي تاني. خلاص يا حبايبي، انا ايه هوطي بقى عليها، ما تحطيش ميه عشان مش عايزه الحاجه تتهري. يعني الطماطم هتنزل الميه بتاعتها، واعتبري كل حاجه اعتبرها مستويه. يعني السجق انا سلقاه تمام، اللهم صل على النبي. البطاطس متحمره، بس انا عايزاها تبقى تقيله شويه. لو لقيتها تقيله قوي احط لها شويه ميه، لقيتها لا حلوه كده عامله صوص كده جميل نعرف نغمس فيه، خلاص تمام. خلاص على ما اظن كده انا هحط لها نص كوبايه ميه عشان برضو ايه ثانيه، انا حاسه ان هي ايه هتبقى ناشفه. لا انا عايزاها تبقى ايه فيها جوز كده شويه بس كده. نص كوبايه ميه مش كتير. بص بقى، اللي هيقول لي طب يا ام محمد انت البطاطس ما حطيتهاش كده نيه ليه؟ بصوا يا جماعه، انتوا طبعا عارفين ما شاء الله عليكم. استنوا يا جماعه انا هغسل بس الكاميرا شويه وارجع لكم تاني. بصي يا امور، انتوا وهي بعد ما حطيت لها نص كوبايه الميه، طبعا انا ما كنتش احط بصراحه بس لقيتها ناشفه. لا انا عايزه الميه ايه تخليها ايه تطلع كل اللي فيها والطماطم والكلام ده. بصوا يا جماعه، طبعا دي بطاطس ايه مقليه، انا مش حطاها نيه. طب اللي هيقول لي ليه بقى؟ صلوا على النبي. دلوقتي احنا لما بنعمل الفته المصريه بتاعتنا مش بنقطع العيش ونحطه كده على طول وهو ايه طازه او هو بايت او اي حاجه، لا بنعمل ايه؟ بنحمصه تاني، بنحمصه الاول. طب بنحمص العيش ليه مثلا بتاع الفته والكلام ده؟ ده هو السؤال ابني محمد ابني ساله لي، قال لي ما هو ده عيش وده عيش، اشمعنى يعني العيش بتاع الفته بتحمصيه مش بتقطعيه تحطيه كده؟ لو احنا حطينا العيش يا جماعه كده وقطعناه للفته، تمام، اول ما تحط الشوربه والحاجه كلها العيش ايه هيعجن، يعني هيبقى عامل زي العجينه. تمام. لكن العيش لما بتحمصيه سبحان الله فاللبه بتاعته بتنشف. تمام. فما بيشرب الشوربه ولا اي حاجه بتفضل يعني الحته بحتتها، ما بتتهريش ما بتعجنش ولا اي حاجه. برده نفس الحوار البطاطس، لو انت حطيتيها وهي اللهم صل على النبي نيه متقطعه كده مكعبات ونيه، اول ما هيجي عليها الصوص كده هو وتسخن مش عارفه هو الكلام ده، هتلاقيها ايه هتلاقيها اتهرت. لكن الآلية دي بتعمل لها كفر، بتخليها ناشفه من بره، الصوص ما بيطرهاش ما بتخليش تتعجن ولا اي حاجه. تمام يا حبايبي.
لو محتاجه تحطي مرقه دجاج حطي، مش عايزه خلاص تمام. لو عايزه تكتري سجق اكتر من كده كتري براحتك كده، ده شيء يرجع لك كده. بس هو بصراحه الصوص بقى والبصل والحاجات دي بصوا كله كده بيشرب من بعض وبتبقى حكايه. ولا البطاطس يا خرابي يا خرابي بتبقى زي العسل. ان شاء الله تجربوها وتقولوا رايكم. خلاص هتستوي ان شاء الله. وخلص العيش عشان دلوقتي انا هسوي العيش وهرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. زي ما انا قلت لكم العيش والاكله التانيه بتاعت ام محمد دي عاملاها فيديو تاني لوحدها، والعيش برده فيديو لوحده. خلاص حبايبي سلام مؤقت لغايه الحاجه ما تستوي وارجع لكم تاني. بصي بقى مال انت وهي خلصنا مية مية زي العسل. العيش اهوت الجميل اللي انا قلت لكم عليه لسه برده مخلصاه ماشي اهو. سويته على الطاسه وسويته فرن وبوتاجاز وقلت لكم على الميزات وعلى العيوب اللي فيه تمام. واللي تعملي مثلا لو حبيتي تعملي في الفرن هيبقى طالع شكله ازاي، ولو حبيتي تعمليه على الطاسه يبقى طالع شكله ازاي، وايه اللي انا ان شاء الله هعتمده وهعمله كده على طول. نرجع بقى للحاجات العسل دي اهو. السجق والبطاطس اهو تحفه لعشاق السجق، حاجه كده في منتهى الجمال والحلاوه تمام. طب ندوق بقى نقول الحلويات دي طلعت ازاي. ادي ايه البطاطس اهي اهي زي ما هي ماسكه نفسها ما اتهرتش تمام، واحده بوحدتها اهي شايفين اهي. نهدي تاني اهي اهي تحفه. والمره الثالثه للتاكيد اهي زي ما حطيتها زي ما طلعتها في منتهى الجمال. ودي يا جماعه السجق اهو تمام اهو. في حتت من السجق يا جماعه طلعت يعني فضلت زي ما هي كده متقطعه، وفي حتت ايه فرولت. يا نهار ابيض في منتهى الجمال تحفه بصراحه خيال حلو قوي اهي. بصوا وهو السجق عامه عشان متقطع هو بيتحط على النار والكلام دوت مع البطاطس بقى والبصل. يا نهار ابيض سكر 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 والله العظيم زي العسل. بالله عليكم لو تجربوا تقولوا رايكم. بيفك من بعضه وايه وبيتهري في قلب الحاجه. بس بجد بجد حكايه 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 حكايه. ادي البطاطس اهي وادي السجق اهو 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 شايفين البخار طالع اهو تحفه اهو تحفه اخر الجمال. اتمنى بقى ان شاء الله انتوا تجربوها وتقولوا رايكم ماشي. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وتبقى زي الفل، ومن ايديكم هتكون احلى واحلى. يلا سلام. لايك لايك لايك. سلام يا حبايبي.